السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أعمل لكم إن شاء الله فطيرة السبانخ بالجبنة. عندي أول حاجة كاستين دقيق أبيض منخول، وعندي كاسة آه السبانخ هذا هي أخدها، وبعدين أشيل هذه العيدان الغليظة. شوف من هنا المفتحة هي هذه الصواريخ، أشيل هذه العيدان وخلي بس الورق، وأغسلها عدة مرات، وبعدين أفرمها فرم ناعم وتعادل كاسة، يعني ربع حزمة تقريبا. عندي كمان ملعقة بيكنج بودر، وملعقتين زبدة، وحبة بيضة، وكاسة إلا ربع حليب سائل. الحشوة عندي ربع كاسة زيت نباتي، وعندي جبنة شيدر هذه العلبة اللي 110 جرام. طبعا هنا ما أقدر أبشرها عشانها طرية لينة ما تتبشر، بس تتفرد بالأصابع، أو جبنة موزاريلا مبشورة، حسب الرغبة وحسب الموجود، أو أي جبنة تحبي. عندي صفار بيضة، ونبدأ على بركة الله. أجيب زبدية وأحط أول حاجة بسم الله على بركة الله الدقيق الأبيض المنخول، وبعدين أحط الملعقة البيكنج بودر، وبعدين أقلبهم بالشوكة بهذا الشكل، وبعدين أحط السبانخ كمان، لأنه هنا ما حطيت ملح. إذا الجبنة ما هي مالحة ممكن تحطي ملح، مادام الجبنة هنا فيها ملوحة فاكتفي بملوحة الجبنة. وأقلب الدقيق مع السبانخ، وبعدين أضيف الملعقتين الزبدة بسم الله، وأضيف حبة البيض، وأفرك الجميع أول بالشوكة أو بأصابع اليد. هنا ما تحتاج العجانة عشان السبانخ لا ينهرس ولا طلع مويته. بهذا الشكل أبدأ أفرك بأصابع يدي لغاية ما خلاص الدقيق الداخل في المكونات. بعدين أحط الحليب وأعجن وتكون عجينة طرية. أشوف بسم الله على بركة الله. هنا كاس إلا ربع حليب، إذا احتجت حليب أزيده، إذا ما احتجت خلاص، بس تكون العجينة إن شاء الله طرية. كورت العجينة إلى كورتين، أصبحت عجينة طرية، وأكورتها كورتين. العجينة بعد ما قسمتها قسمين وخليتها ترتاح كده ساعة تقريبا، دحين أبغى أفردها. رشيت شوية دقيق وأفردها على الطاولة هذه فرد بسم الله على بركة الله. أخليها فرد خفيف علشان أحشيها بالجبنة. فردت العجينة اللي بالسبانخ على شكل مستطيل، وشوفي ما شاء الله بهذا السمك الخفيف. كده أدهنها بالزيت، وبعدين أرش الجبنة الشيدر عليها، وألفها لف أسطواني. كده بعد ما حطيت الجبنة أجي بسم الله على بركة الله أقوم ألفها بهذا اللف، وبعدين أحطها في الصينية. شوفي ما شاء الله. بعدين أحطها في الصينية علشان بعدين أدهنها بصفار البيض. إذا فردت عجينة السبانخ أجي أدهنها، فردتها خفيف، أجي أدهنها بالزيت، أدهنها بالزيت، وبعدين أرش عليها الجبنة شيدر أو الموزاريلا أو أي جبنة تحبي ترشيها. كده هنا هذه أرش الجبن الموزاريلا على كل الجهات حتى من الأطراف هنا، وبعدين ألفها رول. شوفي كيف هذا هو سمكها، هذا السمك
سمك خفيف، وبعدين أبدأ ألفها رول لغاية ما أنتهي من، وبعدين أحطها في الصينية وأدهنها بصفار البيض. تمام، أدهنها بصفار البيض وأدخلها على فرن متوسط الحرارة يحمر من تحت ومن فوق، ونشوف كيف تقديمها. فطيرة السبانخ بالجبنة انتهت والحمد لله، حمرت من فوق ومن تحت بهذه التحميرة ما شاء الله، وبهذا الشكل، وقطعتها إلى حلقات، وما شاء الله شوفي كيف الجبنة سايحة منها، ولا الجبنة الشيدر، شوفي ما شاء الله كيف الجبنة نادرة منها ولذيذة جدا، وإن شاء الله تنال رضاكم وبالعافية علينا وعليكم.